السلام عليكم يا صديقي. أنا دلوقتي هكلمك عن موضوع المقبرة اتبنت إزاي، وكلامي هنا في الأرض الجبلية. أولاً، إزاي بنى المقبرة في الأرض الجبلية؟ تمام كده؟ رقم واحد، أبو الصحاب، الموضوع ده لتوعية الناس اللي بينضحك عليها في الجبل وبيشغلوها في الجبل في طبيعة أو في تكسير جبل طبيعة، ويقولوا لهم إن دي عجنات وإن دي مردومة عجنة وإن دي مش عارف إيه وإن الكلام ده. غرض الفيديو ده هو توعيتك من الموضوع ده يا صديقي. ازاي بنوا المقبره ابو الصحاب؟ تعالى اقول لك، نشرح لك من بره خالص لجوه خالص. تمام. اولا، دي منطقه دفن تم اختيارها للدفن في فتره ما. جميل زي الفل. وجه هنا اختار المنطقه دي او الجبل ده عشان ينحت ويعمل فيه مقبره. فعمل ايه الراجل؟ عشان يعمل مثلا، هو هنا عامل المقبره على 100 متر تحت الارض. حلو. او عامل غرفه الدفن على 100 متر تحت الارض. حلو كده، جميل كده. فالراجل جه عشان يروح يحط المتوفى والذهب اللي انت بقى بتدور عليه والكلام ده كله على عمقه 100 متر. عمل ايه الراجل؟ جه هنا نحت المدخل ده. حلو كده. ومن خلاله دخل فرغ حاجه هنا اسمها صاله الاعمده اللي هي قدامك دي، سواء مستطيله او مربعه. حلو كده. اهي هتلاقي ليها ابو الصحاب 4 اجناب وسقف وارضيه منحوتين زي ما واضح قدام حضرتك كده. وهنا ما يسمى صالة الأعمدة. تمام كده. وجه في ركن من أركان صالة الأعمدة وقام عامل حاجة اسمها حوض الدفن. حوض الدفن اللي هو ممكن يبدأوا معاك بدرج سلم زي اللي أنا نازل عليه ده. تمام. وعلى فكرة مش كل المقابر فيها درج سلم. تمام. أو يعملوا لك عن طريق سرداب أو بير. حلو. والراجل نحت أهو، نحت الجنبين بالسقفيه اهي، نحت كامل اهو، ونحت الارضيه درج سلم. عمل هنا تحت غرفه دفن، وانا على ما اعتقد ان هنا كان في 2 مدفونين، سواء الشخصيه وزوجته او 2 من الاشخاص. حط الغرفه تحت هنا اهو اللي على 100 متر. اسمع بقى، اللي على 100 متر. تمام. نزل حطها تحت مثلا لو 100 متر مسافه، نحت، قفل. كسر الحجاره اللي قدام حضرتك ده حديث عن ناس عاديه هي اللي خزنته، يعني كان في تكسيره. جاب التكسير ده اللي فضل من كسر الغرف دي. تمام. ومن عمايل السرد او الدرج السلم ده او الدرج المؤدي، ده اسمه الدرج المؤدي الى غرفه الدفن. الباقي منه خده حطه بره على جنب قدام المقبره كده. وجي عمل الصاله هنا، ومن خلال الصاله دي عمل بقيه المقبره. نحت المدخل اللي قدامك ده كده ودخل جوه، عمل صاله اخرى. يبقى كده في 2 صاله. عشان كده قلت لك من وجهه نظري ان في 2 مدفونين هنا في المنطقه في المقبره دي. تمام. دخل عمل صاله اعمده تانيه، ومن صاله الاعمده التانيه دي عمل حاجه اسمها حوض الدفن اللي هو زي الايه اللي احنا صورناه من شويه. مش شرط يكون درج، ممكن يبقى سرداب او بير او مدخل. تمام كده. الراجل دخل حط المتوفى، حط مقتنياته، سواء حاطط الغرفه في الوش في اخر المقبره او حاططها تحت في الاسفل. تمام كده يا ابن عمي، زي الفل. وخلاص قفل غرفه الدفن وخرج. عمل ايه لما خرج بقى؟ طبعا انت شايف الصاله دي والصاله اللي جوه وحوض الدفن اللي هنا واللي هنا. تمام. والدرج المؤدي لغرفه الدفن، وسواء هنا في غرفه دفن او مخلفه اتبقى منهم كسر الحجاره اللي شبه دي حديثه اصلا. كده كده في ناس كانت شغاله في الجبل مخزناها، فده حديثه. وجاب كل ده ردم بيهم المقبره. ركز بس، ردم بيهم المقبره. حلو كده. فلما تخش هيئه الاثار تيجي تكتشف المقبره، هتخش تعمل ايه هيئه الاثار؟ هيئه الاثار جت
كسرت الشباك ده، كسر المدخل ده، قصدي معلش شباك ايه بس، كسر المدخل ده ابو الصحاب. دخل لقى الصاله متفرغه زي ما هي كده كلها، بس مردومه، سواء بنفس المرتفع اللي جوه دي او اقل شويه او اكتر او قدها. تمام كده. ردم هنا، وطبعا الردم من جوه، مصر القديم ردم من جوه وانت طالع. فلما تخش هيئه الاثار تكتشف المنطقه دي، تفتح دي تلاقي الصاله دي منحوته كامله بدنيتها بحالها زي ما هي كده، بس في وسطها ايه؟ ردم. يرفع الردم يكتشف ان هنا في ايه؟ حوض الدفن او الدرج المؤدي الغرفه. بعد كده يلاقي المقبره كامله، وينزل بقى يخش المقبره سواء على 100 متر تحت، على متر، على 2، على 10، يلاقي الشيء اللي هياخده جوه. تمام كده. طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ زي ما قلت لك في اول الفيديو، اني بوعيك من حاجه او من نصبايا بيعملوها عليك، الا وهي ان المقابر بعد ما عملوها نحتوها، جابوا بامب وخلاطه بلدي وعملوا خلاطه، فاهم؟ والبامب صب المقبره، صب المقبره عجنات. عشان كده هو بيقنعك يقول لك ايه؟ لازم نجيب هيلتي ونكسر وننزل 100 متر تكسير في الجبل، وننزل 100 متر تكسير في الجبل عشان نوصل للكنز بتاعنا. وان العجنات وان الجبال والمقابر كلها بعد ما نحتوا وقفلوا وعملوا متوفق، صبوها تاني، صبوها عجنات عشان ما تبانش. فاحنا بقى لازم نخش نكسر العجنات دي ونشيل ونوصل. ده كذب ونصبايا. حلو. طب تعالى، المقبره مدخلها اهو، وغرف الدفن سواء هي فوق او حط لها حاجه تنزلك 1000 متر تحت، ما عنديش فيها مشكله. يبقى المقبره فين او غرفه الدفن فين؟ في اخر المقبره تحت، على عمق 100 متر. طب هو انا ينفع يجي يخليني اكسر بره هنا ويقول لي انا هنزلك لغرفه الدفن؟ كده. وده الجزء الثاني من المقابر، وده الجزء الثاني من المقابر اتبنت ازاي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تمام. فما ينفعش يروح منزلني بره هنا ويجي يقول لي اصل هنا غرفه الدفن وهنزل لها، ده كده. هقول لك برضو النوع الثاني اللي بيبقى في الارضيه ده ازاي وموضوعه ايه في الفيديو الثاني. اذا يا ابن عمي، قصه ان في عجنات وان المقابر اتملت عجنات واتصبت، وان لازم حضرتك تكسر 100 متر و200 متر و20 متر و1000 متر في الجبل عشان حضرتك توصل، عشان حضرتك توصل للدفن وللكنز والذهب والكلام ده، دي صبوبه، دي نصبايا، ده كلام ناس فارغه مش فاهمه اي حاجه، دي كلام ناس بتمص دمك. عارف انت لما تكسر 10 ولا 20 متر ولا 30 متر في الجبل، دول هياخدوا وقت ومجهود وفلوس قد ايه؟ عارف هيسحب منك كام على حس الكلام ده؟ كتير قوي. وانتوا كلكم جربتم وفي الاخر بعتوا الكلاسين بتاعتكم ومش لاقيين حاجه تلبسوها في الشتاء النهارده، والجو ساقعه وزمان في خدكم ولعت. نصيحه مني يا ابن عمي، ما تجريش ورا الوهم، ما تجريش ورا الكذب. ان شاء الله هحاول النهارده اعمل لك فيديوهات كتير قوي عن موضوع كل المشاع عن المصري القديم والكذب اللي كانوا بيقولوا لك. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.